جميع وحدة دخلت في قناتي وكتبت تعليق ولا دارت جيم، نقول لك ربي يزين لك الايام وان شاء الله تكوني كي الوردة في البستان. اليوم حباباتي طليت عليكم بهذه الكيكة اللي درتها في المول الاسطوري 30/10. جات تقولي عليها باتيسري سهلة وماهلة وتوجديها في رمشة العين. ونحلي كلامي بالصلاة والسلام على سيد الخلق محمد عليه ألف صلاة وسلام. ونبداو في المقادير تاع الكيكة. 3 حبات بيض، وعندي الرشة تاع الملح، ومغرف صغيرة بومبي تاع لافاني، ونزيد معاهم 3 مغارف كبار تاع سكر. المغرف تكون بومبي، ونخلط بالباتير حتى لي يبيض لي السكر. وانتي اذا كان عندك البيض كبير ديري غير 2 حبات. ونزيد عليهم 3 مغارف كبار بومبي تاع فارينة، ونخلط من تحت للفوق. راني مسرعة الفيديو. ونزيد عليهم 3 مغارف تاع زيت، 3 مغارف كبار تاع زيت. ونخلط فاني حتى لي يدخل لي الزيت قاع في الخليط. ونزيد معاهم 3 مغارف كبار تاع حليب، ونخلط. ونزيد فاني ضربك 2 مغارف كبار بومبي تاع فارينة، ونغربل الفارينة على هذه الطريقة. ونزيد كيس تاع خميرة الحلوى 10 غرام، ونخلط من تحت للفوق. هذه هي الكيكة تاعنا. خلطيها مليح، ونقلع قاع دوك الزوائد اللي في الغرفية، ونخلط من تحت للفوق حتى لين تختفي لي قاع الفارينة. شفتوها سهلة الكيكة. ونجيب المول تاعي اللي راني مفرشة فيه ورق الطهي، ونفرغ الخليط تاعي، وراني شاعله كوشتي. ندخل الكيكه تاعي نهفت عليها ونخليها طيب. كي طيب لي من تحت نعاود نشعل عليها من الفوق. وها هي الكيكه بعد اللي طابت. لكن خليها حتى لي تبرد مليح. بعد اللي بردت لي مليح الكيكه تاعي نقسمها على 2. انا بنقسمها غير على 2. ونخدموا الكريمه تاع الشونتيي. عندي هنا كاس تاع بودرة الشونتيي، وكاس تاع حليب اللي راه بارد متلج، ولا ديري كاس ماء. ونخلي هذا تتخلط حتى لي نتحصل على كريمه كما راكم تشوفوا. نديرها في لابوش. وباه نشمخ الكيكه تاعي ندير كاس حليب ومغرفه صغيره تاع افلون بذوق الكراميل، ونشمخ كاع الكيكه تاعي على هذه الطريقه. لازم تشمخيها مليح. وندير الكريمه على هذه الطريقه ونسقمها غير بالملعقه. وكمانيش لاصيانه بصح نسلك روحي. المهم ما نشريش من برا، ندير في داري خير ما نشري. كل شيء راه غالي. ونسقمها بالكوباتر. ونجيب الطرف الزاود فاني نشمخه مليح. لازم تشمخيه مليح. ونديره فوق الطبقه الاولى. ونزيد فاني نشمخها مليح. ونزيد الكريمه فاني صاير داير من لي كوتي قاع على هذه الطريقه. وفاني راني قاليه شويه كاو بقشوره وطحناته. نديره في لي كوتي، نزينه في لي كوتي. وهي كملت الكيكه. مهم الحية اللي نديرها في داري بارطاجيها مع حباباتي. انا هنا درت كاوكاو بقشوره قليته وطحنته. وانتي الا كان عندك فاني الكاوكاو ايفيلي اللي تساعدك ديريها. المهم ديريها وفرحي بها وليداتك. لكن دير وردات ما راكم تشوفوا. ونصنعوا الطبقه التاليه. عندي 4 كاس تعليم، ونكمله بالماء. كاس ما بين الليم والماء. نديرها في الكاسرونه. ونزيد 3 مغارف كبار تاع سكر، ومغرف كبيره بومبي تاع مايزينا. ونخلط على البارد ونديهم فوق النار. ومن يتقالي الخليط نقلعه وندير عيط الفراوله. بعد اللي برد لي مليح نديره فوق الكيكه تاعي ونخليها تبرد. والتزيين كل وحده والتزيين تاعها. انا زينتها على هذه الطريقه، وكل وحده والتزيين تاعها. جات روعه تقولي عليها باتيسري. داك نقسم معاكم طرفوا تشوفوه. جات ولا اروع والله. لا تحسبوها راكي تاكلي في الباتيسري اللي يتباع برا. ديريها في دارك وفرحي بها وليداتك. نقولكم جدات امين تجيب لكم غير ساهل والماهل. واكيد البنه كل شيء على البنه. نقولكم مع السلامه مع فيديو جديد ان شاء الله. كانت معكم جدات امين اللي تتمنى لكم الخير والسعاده. وشكرا.